الإخوان الأخوات صراحة، الإخوان شوف باش نكونوا عادلين، لأن احنا ضد الديكتاتورية وضد كل شيء. الصحافة يا إما تواجد كلها لتحت ويا إما تواجد كلها لفوق. إذا تحية نضالية حارة لكل الجهات المشاركة معنا واللي جات من جميع المناطق باش تشاركنا في هذا الشكل النضالي ديال 40 الشهيد محسن ذكري اللي كيصادف 10 دجنبير اللي هو اليوم العالمي لحقوق الانسان. وحتى حنا في هذه البلاد ما شفنا عمرنا شفنا شي حق. اذا كما نحيي جميع الفئات، طلبه مهنيين وعمال وموظفين بدون استثناء، كذلك تحيه نضاليه حاره لكل نساء الحرائر وعلى رأسهن نساء الريف الشامخات، نساؤنا اللواتي شاركن معنا في هذا العرس النضالي ولأول مرة بهذا الحجم والكم. إذا نبغي نأكد على أنه في البداية على أن الشكل النضالي ديالنا منذ البداية ديالو بدا بشكل سلمي، وقررنا على أنه نستمر في هذا الحراك هذا بشكل سلمي، لأن القوة ديالنا حنا كتكمل كتواجد في هذه السلمية هذه اللي لحد الساعة هذا المخزن المجرم اللعين فقد الأعصاب ديالو، ورغم ذلك ما لقى أي طريقة أو وسيلة باش نصف هذا الحراك، لأنه أولا وأخيرا حنا خرجنا في البداية ديال المسيرة ديالنا من أجل مطالب مشروعة، مطالب مشروعة كان بالأحرى أنه إلى رفض هذه السلمية المسيرات ورفض هذا الحراك والوقفات وهذه الشعارات كان على الدولة المغربية توفرها باش المواطن ما يخرجش للشارع. إذا فهذا الحراك اللي خارجين فيه أبناء الشعب المظلوم والمحقور واللي كتمارس عليه سياسة الإقصاء والتعذيب وكتمارس عليه جميع أنواع السياسات المخزنية الملعونة، احنا قلنا ولا زلنا نقول على أننا مستمرين إلى تحقيق كل المطالب المشروعة. وعلى هذا الشيء كنأكد للجماهير الشعبية على أننا عازمين باش نستمروا في هذا الشكل النضالي حتى تحقيق كل المطالب. كان من المفروض الحقيقة في الدول المتقدمة والدول اللي كيحكموها قوانين عادلة مثل الدول الغربية وكذا، رغم أنه كاينين شي مسائل اللي الدوما متورطين فيهم، ولكن على الأقل ولات حنا المطالب ديالنا ولات بالنسبة لنا حلول. واش عباد الله العمل اللي خصها يكون تعطى لنا هذا العمل هذا ولا أمنية؟ واش الصحة ولات أمنية في هذه البلاد التعيسة اللي حاكمينها مجموعة من الشفارة؟ على أيين حنا كنقولوها وغسلوا هذا المخزن المجرم اللعين يفهمها أنه نهار خرجنا للشارع خرجنا بوجوه مكشوفة ما متخبعين تمر شي حاجة، ولكن من العيب وعار انك تحسب عندك دولة، تحسب راسك عندك دولة وفي اخر المطاف كتخبع كتلعب كاش مع الناس شرفاء مناضلين. اذا كنت رجلا وتتحدى ولا اتحدى هذا المخزن المجرم على انه يجلس على الطبلة ويتفاوض وديك الساعة نشوف شكون هو عنده الحق. ولكن كما كنقولوا على أن هذا المخزن هذا منذ ما يسمى الاستقلال إلى يومنا هذا هو كيمارس السياسة ديالو اللعينة الإرهابية بحق الطبقة الكادحة والفقراء والمظلومين، في حين أبناء الطبقة البورجوازية والفلان وكذا والوزير والسؤال والرئيس وهذا عايشين عيشة كريمة وكيدحيو علينا كل مرة يخرجوا علينا باسم الوطنية لا للفتنة. أي فتنة أشد من أن تلهب ثروة الفقراء وتؤخذ إلى بنما وإلى أفريقيا وإلى سويسرا؟ كيف يعقل لمن يسمون أنفسهم بشيوخ وعلماء وأئمة أن يصطفوا في صف السلطان من أجل حصار الطبقة الكادحة والفقراء؟ إذا كنتم
تتغنون نفاقا باسم قال الله ورسوله، فإن الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أين أنتم اليوم؟ أين أنتم اليوم مما قال الله سبحانه وتعالى؟ علماء منافقين، شيوخ منافقين، من أجل ماذا؟ وهذا يصدق فيهم مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العالم يكثر باب السلطان فاعلموا أنه اللص. وهؤلاء مجموعة من اللصوص وقطاع الطريق يقفون في صف المجرمين. على أي النهار الأول ديال الحادثة الإرهابية وهذه الجريمة الشنعاء اللي متورط فيها بشكل مباشر المخزن، أول شيء لما طالبنا بحضور ممثل الملك بالإقليم واللي هو العامل، وكذلك نائب وكيل العام اللي حضر، أول شيء طلبناه بواحد الحاجة اللي هي منطقية قانونيا حقنا نتسائلوا. لما حضر جاو كلهم كيترعدوا. علاش؟ لأنه عارفين أنهم مشاركين في الجريمة، وأن المتورطين في الجريمة أجهزة تابعة للمخزن. فكان كسؤال، قال لك سيدي حنا جايين باش قال لك سيدي راه كاين القانون وخليو هذا الشيء صافي يرجعوا للديور باش القانون كاينه المسطره قانونيه وغادي تتبع هذه الملفات. المسطره قانونيه كما درتم مفاتيحه الشهداء ديال 20 فبراير وكمال الحساني والشهيد إيزم والباقيه. فين وصلت التحقيقات؟ فين؟ تحقيقات غائبه بتاتا. كان بالاحرى على من يسمي نفسه انه جاء بدل يقول لي انه جيت نمثل القانون، قال لك انا خصك تجمع هذا الشيء وترجع للدار، وغدا غادي نفتحوا التحقيقات على انا اللي خرجت الناس خرجت للشارع لان هؤلاء احرار، هذو لا يرضوا بالذل. اذا كنت نتايا عاش الشعب، عاش 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 الشعب، وعاش الشعب، عاش 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 الشعب، عاش عاش وشعب الريف ماشي عوباش، شعب الريف ماشي عوباش، وشعب الريف ماشي عوباش، شعب الريف ماشي عوباش. على أي طلبنا ما يقارب 50 يوم وحنا كنتسناو تحقيق، مع العلم أنه قانونيا من حقنا نعرفوا حق المعلومة. المسار ديال التحقيق أين وصل؟ وزير الداخلية فين هو؟ اللي خرج واحد النهار قال لنا انتم معروفين، حنا عارفين قبل ما تعرفنا انت، عارفين انك جيتي تمارس علينا السياسة الإرهابية ديالك. فين هو وزير العدل اللي كان واحد النهار كان غادي لواحد الدواء ونهار كنشدوه البوليس باش ما يدخلش للدواء ولا كينقص بحال القرد كيستنكر التصرف اللي دار فيه. فينا هما التحقيقات السي وزير العدل؟ فينا هما التحقيقات؟ عارفين التحقيقات ما تقدرش تجيبهم لانك لا تمتلك الجرأة تنتظر المكالمات الهاتفية خصوصا من سيدك الرويبضي المنافق الجاهل الجهول المجهول من جواهرية بالكلام. على أي حنايا قال لك سيدي نهضروا بالقانون، فينا هو تطبيق القانون 50 يوم ومازال في هذه اللحظة المسؤول اللي كان طاغية ومجرم وكان كل الكلام ديالو السب والشد في أعراض النساء الريفيات ذاك الخليفة تم إطلاق السراح ديالو. فينا هو وزير العدل في حين تم إلغاء القبض على الحلقة الضعيفة البوبرية. نحن لا نبرئ أحد ولا
كيف؟ لانه تابع الجهاز الظالم المجرم ديالكم، الجهاز المخزني، في حين الناس اللي خدامه ب 1700 درهم مازال موجوده عندكم في السجن. واش هذا هو العدل؟ واش هذه هي دوله الحق والقانون؟ هذه هي الدوله اللي كتقولوا في الشعارات وفي اليافطات عبر الاعلام الصحي ديالكم على انها دوله قانونيه؟ بالله عليكم ما تستحمرون. هادو راه مارسوا علينا الاستحمار والاستقراض والاستبغال على اساس انه كاينه دوله. اين الدوله في التحقيقات؟